السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد مجدي قفشة لاعب النادي الأهلي بيعيش حالة نفسية سيئة للغاية بعد إهدار ركلة الجزاء في مباراة الأهلي وفيوتشر في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما. كمان محمد مجدي قفشة دخل في حالة من الغضب والحزن الشديد بسبب هجوم بعض من الجماهير بحدة والتلفظ بألفاظ نبيهة له عقب خروجه من ملعب المباراة. والبعض طالب برحيل مجدي قفشة وقال إن هو خلاص بات يفكر في كرة القدم، مما دعا محمد مجدي قفشة إنه يبحث عن عروض خارجية وخاصة في الدوري السعودي للرحيل عن النادي الأهلي في شهر يناير المقبل، وكلف وكيل أعماله بالبحث عن أي عرض سعودي من أجل الخروج من النادي الأهلي في الفترة الحالية اللي بيعيشها اللاعب